لو بتفكر تعمل مطعم أكلات شعبية، أو أنت فعلا عندك مطعم أكلات شعبية وبتاع فول وطعمية والدنيا مش ماشية معاك أحسن حاجة، أو الدنيا ماشية معاك زي الفل بس عايز الخير يزيد أضعاف مضاعفة، عايز أقول لكم إن الفيديو ده معمول علشانكم مخصوص ولوجه الله تعالى. عايزك بس تصلي على النبي في التعليقات وتعمل متابعة لو مش متابعني وتشوف الفيديو للآخر، لأن الأفكار اللي أنا هقولها مرتبطة كلها ببعضها. أنا إبراهيم النفيعي ودي قناتكم انتوا بره البوكس، ويلا بينا. عاوز بس قبل ما أبدأ الأفكار بتاعتنا عاوز أقول لك حاجة بسيطة علشان تستفاد من الفيديو 100% بإذن الله. عاوز أقول لك إن أي أفكار جديدة وبره الصندوق هقولها لك دلوقتي مش شرط تطبقها تيبيكال، عدلها أنت على مقاسك. لو شايف إن مصاريفها هتبقى كتير عليك قلل المصاريف وابدأها على قدك، ولو أنت شايف إن أنت أكبر منها خليها على مقاسك وكبر فيها وعدلها وخليها أفضل. المهم إن اديتك المفتاح، مش لازم أنا كمان اللي أفتح لك الباب، أنا بزرع البذرة وانت بقى عليك انك تسقيها وتراعيها، وربنا سبحانه وتعالى عليه الباقي طالما احنا سعينا وعملنا اللي علينا. واول فكرة يا سيدي علشان ما اطولش عليك، رقم واحد لازم يكون ليك صفحات تواصل اجتماعي، لازم تكون بتظهر على صفحات التواصل الاجتماعي. النهارده كل الناس متواجدة على صفحات التواصل الاجتماعي، اي حد بعيد عن الحتة دي هو بعيد عن ناس كتير جدا مهتمين بمجاله، فلازم يكون عندك صفحات على منصات التواصل الاجتماعي توصف فيها خاماتك ونظافة أكلك ونظافة مكانك، وركز جدا على الحتة ديت بالذات، حتة النظافة، نظافة الأكل والمكان، بالإضافة للحاجات الكتير اللي انت شايف ان انت بتتميز بيها عن غيرك، علشان الزبون كل ما هيشوف حاجة جديدة منك تعجبه هتعلق في دماغه وهيروح لك مخصوص يشوف كل الحاجات الكتير اللي هوسته بيها دي بنفسه. زبون هيجيب غيره كتير. ويا سلام بقى لو تظهر انت بنفسك، تحكي عن مكانك وخبرتك وعن اللي بيميزك وعن حبك لمهنتك واهتمامك بالعميل بتاعك، هيفرق جدا الكلام ده مع الناس. اسمع مني، ولو انت متأخر في الخطوة دي ابدأ فورا. رقم 2، ودي نقطة مهمة جدا، ميز نفسك بشيء ثابت بينزل لكل زبون يجيلك ويكون أساسي وبنفس الجودة دايما. يعني مثلا ميز على سبيل المثال برغيف عيش سخن دايما ينزل للزبون. بنسمع أحيانا الناس تقولك أنا بحب أروح المطعم الفلاني ده عنده رغيف عيش مفروض وعليه سمسم، حاجة كده وهم. حاجات تانية كتير انت تقدر تختلف بيها وتميز بيها مكانك. اماكن كتير عملت اسم بالحاجات البسيطه دي، والحاجه اللي هتميز بيها نفسك دي يا ريت ما تغليش في سعرها، نزلها فري او يا سيدي خليها بثمن بسيط، اكيد هيطلب جنبها حاجات تانية كتير، زود سعرها شويه وعوض بيه الشيء اللي انت نزلته فري او قللت في ثمنه وجريت بيه رجل الزبون ده وميزت نفسك بيه. الرغيف ده أو أيا كان الشيء اللي هتتميز بيه هيكون الصنارة اللي هتجر رجل الزبون وهتكسب من الحاجات التانية اللي حواليه، وغير الناس الكتير اللي هتجيلك عشان الحاجة ديت مخصوص لأنك مميز بيها. رقم 3، خد رأي الزبون في إيه محتاجه، أو إيه اللي ناقصه، أو إيه أكتر حاجة بيحبها، أو إيه الحاجات اللي محتاجة تظبيط. رقم 1، القصة دي هتعجب ناس كتير جدا لأنها نفسيا كده هتحسسه إن رأيه مهم جدا وإنه مش مجرد زبون عادي بالنسبة له، وإنه زبون مميز وإنت شايف إن رأيه مهم بالنسبة لك. المطعم بتاعك هيكون المحبب لقلبه. ثانيا، ممكن يكون في حاجة مهمة انت غفلان عنها، بعض الناس اللي هتاخد آرائها دي هتنبهك ليها وهتلفت نظرك ليها وهتفرق معاك جدا في زيادة الإقبال عليه. رقم 4، دي برضو مهمة جدا، حاول تحفظ اسم وشكل الزبون اللي بيتردد عليك دايما، ودايما كل ما يجيلك رحب بيه باسمه، بس ما تكترش في الكلام معاه زيادة عن اللزوم، وحييه وهو ماشي برضه. الموضوع ده هيفرق جدا مع زباين كتير وهيثبت رجليهم عندك وهيجيبوا غيرهم للمكان كتير جدا. رقم 5، الزبون اللي بيتردد عليك حاول تعمل له خصم او شيء فري تنزله له على الاوردر بتاعه، عشان ما يحسش ان انتمائه وتردده المستمر ده للمكان مش متشاف، وان زيه زي اي زبون بيجيلك طياري كده والسلام. رقم 6، دي بصراحة اكتر حاجة انا بستغرب لها لما ناس كتير بتغفل عنها. بستغرب على اي صاحب مطعم او اي مجال ايا كان انه ما بيخدمش صنعته. كل الناس اللي نجحت
في مجالاتها وبقالها زمن اسمها عايش في السوق وبيكبر كل يوم. الناس دي ادت حرفتها او مجالها او صنعتها حقها وقدمت حاجة محترمة، عشان كده اسمها عايش سنين وسنين. انت كمان ادي صنعتك حقها وطور منها وثبت جودة الحاجة اللي بتقدمها، وعامل الزبون بتاعك باحترام ومحبة، وحاول انت والتيم بتاعك تحترموا بعض قدام العملاء ويكون في لغة حوار كويسة ما بينكم. واهم شيء انك تتقي ربنا سبحانه وتعالى في اللي بتقدمه للناس، وحافظ على اسمك وكبره على قد ما تقدر. هتكبر صدقني واسمك هيعيش لسنين وسنين قدام. رقم 7، ودي القاعدة الذهبية اللي لازم كل المجالات ايا كان مجالك تطبقها، بتفرق جدا وبتعلي اسمك جدا. الزبون بالنسبة لك حملة دعاية مجانية ما بتخسرش عليها اي فلوس. ليه؟ لان الزبون اللي بيجي لك ده عبارة عن حملة دعاية، بيقابل صحابه، بيقابل ناس كتير، بيبدأ اي حد بيسأله عن مكان كويس بيرشحك ليه، بيبدأ يتكلم عنك كتير، فبيكون صورة كويسة عندك عند ناس كتير جدا هتبدأ تفكر فيك وتجيلك. فحاول ما تخسرش الزبون ده، لانه يا اما يكون زبون ثابت عندك ويجيب غيره، يا اما هيمشي من عندك ويمنع غيره يجيلك بنقل الصورة اللي كونها عنك. فخليه دايما ينقل صورة مشرفة عنك. واخيرا السر بقى اللي بص، كل اللي احنا قلناه ده ملوش لازمه من غير ما تطبق السر المهم جدا ده. السر ده مش هيحول مشروعك بس، ده هيحول حياتك كلها للاحسن، هتتغير للاحسن، وهي الصدقه. الصدقه يا جماعه عن تجربه مفعولها سحر. اتصدق باي حاجه بسيطه على قدك، المهم ان انت تداوم عليها كل يوم، وحاول تقرب من ربنا سبحانه وتعالى على قد ما تقدر، وتتقي ربنا في شغلك وفي الناس. صدقني هتبقى في احسن مكانه واسمك هيعيش لسنين كتير جدا. واخيرا انا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا ان اقدر ابتكر افكار مختلفه وجديده تخلي حياتي وحياه كل اللي حواليا افضل. عشان كده باذن الله مش هكتم علم ولا هبخل عليكم باي افكار جديده تخلي حياتكم كلها للاحسن باذن الله. انتظروني كل اسبوع بمشروع جديد وافكار جديده بره البوكس ما اتعملتش قبل كده. بحبكم في الله جميعا، والسلام.